عارف مين والكلام ده. ولكن العيب دايما مش على اللي راح، ولا العيب على اللي دعا، العيب على اللي منع. لما يبقى في بلدك هنا انت ممنوع تعمل اي نوع من الاحتفالات الكروية، فبالتالي سهل جدا ان اي مكان تاني في الدنيا، وخصوصا ان انت رقم واحد في العالم العربي وفي افريقيا، والديربي اللي هو من 3 سنين كان ديربي القرن في نهائي افريقيا اتلعب يعني في صالة ميتم فاضية كمان. بالتالي فرصة كبيرة جدا ان هو يبدأ يدور عليك عشان يكسب ارضية ويكسب جماهيرية. فالعيب العيب دايما مش على اللي راح، لان هو في لعيبة مضطرة تروح لان ده اكل عيشها ووظيفتها اللي ماضية عليها، ودي في الاخر قرارات سياسية. ولا العيب على اللي دعا، اللي عايز يكبر نفسه ويعلي نفسه ويكسب نفسه. العيب في الاصل على ان احنا منعنا عندنا الجمهور والكورة بشكلها الصحيح وبشكلها